منذ سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على محافظة إب في أكتوبر من العام الماضي 2014 شهدت المدينة جرائم بحق المواطنين الأبرياء من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، والتي لم تتوقف حتى اللحظة. وآخر تلك الجرائم التي هزت مشاعر أبناء محافظة إب اغتيال رجل الخير والسلام محمد حميد الشامي رئيس فرع الإصلاح بمديرية حبيش عن طريق عبوة ناسفة زرعت في سيارته أثناء عودته إلى منزله برفقة نجله الذي استشهد هو الآخر مع والده عقب أدائهما صلاة العصر في قرية صائر بمديرية حبيش. هذه الجريمة لاقت استنكارا شعبيا كبيرا وجاءت متزامنة مع احتفالات أبناء اليمن بثورة فبراير 2011، وكان الشامي أحد قادتها. ويتجلى للجميع أن هذه الجريمة النكرة جاءت منظمة ومخطط لها وتحمل في طياتها عدة رسائل، أبرزها استهداف رموز الثورة والمؤيدين لها من المقاومة الشعبية والجيش الوطني الذي بات اليوم على مرمى حجر من العاصمة صنعاء. هذه الحادثة الإرهابية ليست هي الأولى في مديرية حبيش تحديدا، حيث انفجرت عبوة ناسفة في السوق المركزي في مركز المديرية ظلمة في 22 من يناير الماضي، وأدت إلى مقتل وجرح العديد من المواطنين. الدكتور نجيب مرزح أحد الواجهات الاجتماعية بالمحافظة وخطيب الجامع الكبير بمدينة جبلة التاريخية كان قد تعرض خلال الشهر الماضي لمحاولة اغتيال فاشلة نجا منها بأعجوبة أثناء مروره من إحدى النقاط الحوثية بالقرب من مفرق جبلة عبر مسلح كان يستغل دراجة نارية أطلق عليه الرصاص، واستطاع المواطنون القبض على الجاني الذي يعمل مرافقا لأحد القيادة الأمنية للميليشيات بالمحافظة. وفي جريمة أخرى اغتالت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بمدينة يريم نجل الشيخ علي مسعد بدير عضو المجلس العسكري بمحافظة إب والقيادي في المقاومة الشعبية، وذلك في إطار مخططها الإجرامي الذي يستهدف قيادات سياسية واجتماعية وقيادات المقاومة الشعبية بالمحافظة. جريمة الاغتيال هذه جاءت أثناء خروج الشيخ بدير من منزله في مدينة يريم بعدة طلقات كلاشينكوف أطلقها مسلحون كانوا على متن دراجة نارية قبل أن يلوذوا بالفرار. سلسلة من الأعمال الإجرامية التي أقدمت عليها الميليشيات بحق أبناء محافظة إب بهدف نشر الفوضى في المحافظة كخطوة استباقية للحيلولة دون تحرير المحافظة من ميليشياتهم، وهو ما بات لزاما على الجميع استكمال عودة الشرعية والقضاء على هذه الميليشيات الانقلابية. ياسر، هذه قناة اليمن الفضائية،